يا مساء الفل، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شايفين الطبق ده طبق كبده اسكندراني كده بطريقه جميله جدا ومكونات قليله جدا، وكمان مش هياخد معاكي وقت خالص. هتجربوه على طريقتي وتقولوا لكم رايكم ايه وتقولوا لي رايكم ايه. يلا بينا نشوف الطريقه. تعالوا كده بقى للمقدار. الكبده معايا نص كيلو من الكبده او اكتر شويه، ومعايا كده ليمونه كده معصوره زي ما انتوا شايفين، ومعايا ملح وكزبرة ناشفة وكمون وشطة وفلفل اسود هنزل بيه على الليمون، وكمان معايا هريسة الشطة، وكمان المكون الاساسي الثوم. ونقلب بقى كل الكلام الجميل ده كده مع بعض، وبقت معايا الخلطة الجميلة بالشكل ده. مش قادرة اقول لكم ريحتها عاملة ازاي. هاخد منها معلقة كده، وهضيفها على الكبدة وهتبل الكبدة بيها بالشكل ده كده. ومعايا كده صينية كده على النار هنزل عليها بمعلقتين كبار كده من الزيت، وهنزل عليها كده بباقي الخلطة اللي عملتها معاكم على الزيت. وابتدت ايه بقى ادي تشويحة كده للتومة لحد كده ما الزيت يسخن معايا، يا دوب تطلع ريحته كده. وهدي صدمة كمان معايا الكبدة بتاعتي كده، هديها صدمة كده في الزيت، وهقلب كده اشوحها بالشكل ده كده. طبعا الكبده بتاعتي انا كنت حاطه عليها معلقتين خل كبار كده ونص ليمونه عصراه عشان تنزل كل الزفاره. كنت بالشكل ده كده، خدت صدمه كده في الزيت، وهسيبها لحد ما تتشوح. وبقت معايا الكبده بالشكل ده كده، شايفين التقطيعه بتاعتها. هنزل عليها كده بالشطه بتاعتي والفلفل الرومي او الفلفل الالوان زي ما تحبوا، وهقلبها كويس جدا بالشكل ده كده. نقلبها كده عشان ايه تاخد تشويحه كده مع الفلفل، وتبقى احلى كبده اسكندراني كده وسريعه